بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة. كل سنة طيبين الأول طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. دايما نحيي النفحات اللي ربنا بيديها لنا في الوقت دي، اللي بتجيلنا دايما بالذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش بالحلاوة، حلاوة المولد والكلام الظاهري اللي ده ما فيش مانع منه يعني، ومش حرام، لكن الأهم الاحتفال بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأنواع المختلفة لتحليل البول والبراز. طبعا كلنا عارفين تحليل البول العادي اللي بنعمله، عايزين نشوف فيه أملاح، فيه صديد، في دم، في البول حمضي أو قلوي، في كست، يعني حاجات تدل أن في مشاكل في الكلى ولا لأ، أو التهابات شديدة في المثانة البولية ولا لأ. وفي تحليل البراز العادي اللي بندور فيه دايما على في الهضم شغال كويس ولا لا، في سوء هضم شديد ولا لا، في اللي ممكن ينم على التهاب في القولون، او لو في طفيليات اليرقات بتاعتها او الطفيليات نفسها بتنزل، او تكيسات، او لو في ديدان او البيض بتاعها، بنقدر ان احنا نتعرف عليه. طيب هل في انواع اخرى لتحليل البول والبراز؟ طبعا. طيب مثلا البول في تحليل اسمه تحليل بول للبروتينات الدقيقة. في اول مشاكل الكلى، الطبيعي ان الكلى ما بتنفذش البروتين وما بينزلش بروتين خالص، او زلال، يعني البروتين اللي هو الالبومين او الزلال ما بينزلش خالص في البول. لو شفناه نزل في البول فده شيء غير طبيعي ولازم نطمن ونعمل وظائف كده. احيانا بقى في بدايات السكر بيبدأ يحصل في بدايات تأثر الكلى، يحصل لبروتينات دقيقة، يعني هو اسمه العلمي يورين فول مايكرو البومينوريا، يعني البروتينات الدقيقة جدا اللي ما تبانش في الجزيئات الكبيرة اللي بان في تحليل البول العادي. فاحنا بندور بس على ده تحليل مخصوص للبول، للبروتينات الدقيقة لمرضى السكر لمتابعة الاعتلال الكلوي. هل في تحليلات بول تاني خاصة؟ هو مش تحليل بقى الحقيقة، ممكن لازم يعني بعض المرضى خاصة كبار السن او اللي عندهم امراض مزمنة ومحجوزين في المستشفى او رعاية مركزة وعايشين على المحاليل، لازم طبعا بتتقاس كمية المحلول اللي داخله مع كمية البول اللي خارجة، فغالبا بيبقوا متأثرين وبيعدوا بقى كمية البول قد ايه. اسمه تحليل بول كل 24 ساعة وجمع البول، عشان يقدروا يقدروا المحاليل اللي يدوها كمياتها قد ايه، عشان ما يحصلش تورم في جسم الانسان، خاصة لو عنده مشاكل في الكلى. دي تحليلات البول الخاصة. هل في دي امثلة يعني تحليلات البول الخاصة؟ هل في تحليلات براز خاصة؟ طبعا. تحليل البراز بتاع الجرثومة الحلزونية ده مخصوص، مش تحليل براز عادي، يعني تحليل البراز العادي ما بيبانش فيه الجرثومة الحلزونية، لكن تحليل البراز للجرثومة الحلزونية ده تحليل مخصوص من ضمن تحليل البراز المخصوصة. في تحليل براز تاني للدم الخفي، يعني احيانا بنشوف ناس عندها انيميا شديدة، فنقعد يعني تعوض الدم، وبعد كده برضو في انيميا شديدة، دول بنشك ان يكون عندهم تقرحات في المعدة، فبنعمل تحليل للدم الخفي. ده مش ده تحليل مخصوص للدم الخفي في البراز، وده بيوريني هل في دم خفي، يعني بنسبة بسيطة قوي ولا مفيش، عشان لو في لازم نعمل منظار على المعدة ونشوف في تقرحات ولا في نزيف ولا في ايه، عشان نقدر نعالج ونقفل سبب الانيميا والدم اللي بينقط ده. دم اسمه ستول فور اوكالت بلاد، او للدم تحليل البراز للدم الخفي. في تحليل براز خاص تاني الحقيقة، في
تحليل براز تاني اسمه ستول فور ريديوسد شوجر، او الستول او البراز للسكر المختزل. ايه السكر المختزل ده؟ بعض الاطفال اللي عندهم مشاكل ضد او حساسية من الالبان في الرضع بيلاقي ان بقى اما بياخدوا لبن طبيعي الصدر بتاع الام، او ان بياخد اللبن الطبيعي العادي او اللبن الصناعي العادي، يبدأ يحصل له اسهال وترجيع شديد ومبقاش مستحمل. ده ممكن يبقى عنده حساسية من الألبان، من اللاكتوز. فبنعمل تحليل البراز الخاص ده اسمه ستول فور او بندور على السكر المختزل. ده معناه ان الطفل ما بيهضمش مادة اللاكتوز ده، وبالتالي بتظهر في البراز، وبالتالي بنقدر ان احنا نكتشف ان الطفل ده عنده حساسية من مادة اللاكتوز، ولازم ياخد لبن لاكتوز فري او LF لغاية فترة معينة. بعد كده ان شاء الله الحساسية دي في معظم الاطفال بتروح. يبقى اذا استنتجنا من الكلام اللي فات ده ان ممكن نلاقي تحليلات خاصة للبول وتحليلات خاصة للبراز غير تحليل البول والبراز العاديين اللي احنا كلنا عارفينهم. اتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.